من كتر التفكير مش عارف أركز، مشتت، سرحان، مرهق ذهنيا، حتى مش عارف أنام. طب إيه اللي أنا فيه ده؟ وليه بيحصل كده؟ وإيه الحل؟ مبدئيا من العلامات اللي بتثبت انك عندك تفكير زائد وهو قلة النوم والأرق، التشتت وصعوبة التركيز والسرحان، الصحة النفسية بتكون صفر، إحباط، اكتئاب، زعل، صعوبة في اتخاذ القرار وقلة الإنتاجية، ما بتعملش حاجة، ما بتصنعش حاجة في يومك، وتعب ذهني، وساعات مع كتر التفكير بتوصل لتعب بدني. طيب إيه هي الأسباب اللي بتسبب التفكير الزائد؟ ساعات بنفكر في أحداث معينة حصلت معانا في الماضي، وأنا لو كنت عملت كذا بدل كذا، ولو كان رد كذا، وتفضل دماغك في دايرة تفكير في حتة معينة أو في موقف معين حصل معاك. فأنت حاول ما تفكرش كتير في اللي حصل وخلاص، اللي فات مات. ركز في النهاردة وتعلم من اللي فات، تعلم من الأحداث اللي حصلت. لو غلطت غلطة معينة ما تكررهاش، مشكلة معينة أو فشل معين صلحه. فسيبك من الماضي، سيبك من اللي حصل، كده كده محدش مركز أساسا يعني. محدش مركز في اللي حصل ده غيرك، محدش مركز في اللي حصل غيرك. فأنت ما تشغلش دماغك كتير، وبدل ما تركز على اللي حصل خلاص شوف انت هتصلحه ازاي، شوف هتتحسن فيه ازاي، وقف تفكيرك في الحتة دي. رقم 2 واللي عكسها، الخوف من المستقبل. خايف من انك في مرحلة معينة يحصل كذا، خايف من انك بعد سنة تفشل في حاجة معينة او بكرة او بعده، خايف من انك توصل لحتة معينة ونسخة معينة منك. فانت حاول تتوكل على الله وتفوض امرك لله. يا اخي على الاقل تفائل، يعني بلاش تتشائم، بلاش تتشائم باللي جاي، تفائل. غير تفكيرك في الحتة دي، ومجرد ما تتوكل على الله ساعتها مش هيحصل اللي في دماغك. وفي الاغلب اساسا انت بتفكر على الفاضي وما بيحصلش. بس على الاقل تفائل، تفائل وتوكل على الله وفوض امرك لله، واللي جاي هيكون احسن ان شاء الله. يعني لا انا متحكم في المستقبل، ولا انت متحكم في المستقبل، ولا اي حد متحكم في المستقبل. مستقبلك بايد الله اولا ثم بايدك. فانت هدي نفسك، هدي تفكيرك شويه، توكل على الله وتفائل شويه وسيبها على الله. رقم 3 معانا صنع الوهم. صنع الوهم جوه الخيال، انك بتصنع وهم انت مش عايش فيه، بتصنع احداث انا رحت سافرت وعملت وكذا وكذا وكذا، سواء كان تفكير ايجابي او سلبي. فانت بتصنع وهم، يعني انت بتضيع وقتك، لا انت بتعمل حاجة ولا انت بتعمل اللي بتفكر فيه ده اساسا، بس مجرد بتفكر. وعلى فكرة برضو ده يعني ده بيصنع سعادة داخلية، لمجرد بس انك بتحس بالسعادة انك عملت الشيء ده في خيالك. يعني انت في خيالك عملت انجاز معين وفرحان انك عملت الانجاز ده، فالتفكير بيزيد اكتر واكتر وتضيع وقتك اكتر واكتر. لا انت بتعمل باللي في دماغك ولا انت عايش في الواقع ده اساسا، انت بس بتوهم نفسك. وتيجي تطلع من الخيال اللي انت فيه ده تزعل او تكتئب من الحياة اللي انت عايشها، فتبدأ كل فترة ترجع للوهم ده لمجرد بس انه بيفرحك شوية. فانت حاول تبعد عن النقطة دي وركز على انك تطور من حياتك شوية، وما تضيعش وقتك في الحتة دي انها ملهاش اي لازمة. رقم 4 معانا التوتر والضغط النفسي. مشاكل الحياة، مشاكل الشغل، المسؤوليات اللي عليك، كل ده ساعات بيصنع جواك ضغط نفسي أو توتر وبيخليك تفكر كتير. فأنت بدل ما ترهق نفسك في التفكير في المشاكل أو المسؤوليات اللي عليك، فكر إزاي تحلها أو إزاي تطلع منها، إزاي تحسنها. يعني اعكس تفكيرك من التفكير السلبي للتفكير الإيجابي. أيوة ساعات بنكون محبطين شوية، أو التفكير الزائد ممكن يصنع إحباط، أو العكس أنت بتكون محبط وزعلان فبتفكر كتير. ولكن تحاول تعكس التفكير السلبي بالتفكير الإيجابي، وبدل ما تفكر في المشاكل فكر في إنك إزاي تحلها أو إزاي تطلع منها أو إزاي تتخلص منها. رقم 5 المثالية المفرطة. بتكون عايز توصل لنسخة معينة متكاملة منك، أو إنك ما تغلطش، ما تعمل كل حاجة صح، فده غلط. يعني ده أولا بيخليك تفكر كتير، فده غلط. يعني خليك مدرك ومتأكد إن مفيش حد متكامل، مفيش حد بيعمل كل حاجة صح، مفيش حد كويس في كل حاجة. طبيعي بيكون في حد عنده سلبيات وإيجابيات، مش متكامل. طبيعي في حد بينجح في حاجات معينة وبيفشل في حاجات تاني، بيغلط. فأنت ما تخليش أخطائك أو فشلك في حتة معينة تدخلك في حتة التفكير الزائد، لأنك عمرك ما تكون متكامل أو مثالي. مفيش حد أصلا بيوصل للنقطة دي من حياته. وحاول تتقبل فشلك في نقطة معينة في حياتك وبدلها بالنجاح. حاول تتقبل غلطتك وبدلها بإنك تصلحها. يعني ما تدخلش نفسك في حتة أنا غلطت وأنا فشلت والمفروض كنت عملت وما كنتش عملت، لأن مفيش حد مثالي، مفيش حد بيوصل للتكامل. وعادي تقبل فشلك في حتة معينة وتقبل غلطك وصححه أو اتعلم منهم، وفيما بعد صححهم، وفيما بعد برضه هيطلع لك أخطاء تاني. فأنت عمرك ما تكون متكامل أو مثالي.
برضه من أسباب التفكير الزائد هو نقص الثقة بالنفس، خايف غيرك يشوف أخطائك، خايف تطلع في صورة وحشة، فبالتالي أنت بتفكر كتير، بتدخل نفسك في تفكير وتضييع الوقت ملوش لازمة، خايف من إنك تطلع في صورة وحشة أو تغلط، خايف من النقد عموما، فده أساسا بيصنع جواك تفكير زائد وقلة تقدير لنفسك، أنت مش مقدر نفسك وما عندكش ثقة بنفسك، فلا ملوش لازمة وعادي. فالمفروض الواحد يدي لنفسه ثقة شوية، بدل تفكيرك من تفكير سلبي لتفكير إيجابي، وما تحبطش نفسك أو ما تحطش نفسك بسبب التفكير في حتة عدم التقدير الذاتي أو قلة الثقة بالنفس. ورقم 8 والأخيرة وهي الوحدة. كتر القعدة لوحدك بيصنع تفكير زائد، لأن التفكير الزائد أساسا بيجي من الفراغ، أنت فاضي ما وراكش أي حاجة فبالتالي بتفكر. فالوحدة دي هي سبب مهم من أسباب التفكير الزائد، فأنت حاول تطلع من الحتة دي وما تسيبش نفسك للتفكير الزائد، ما تفضلش في وحدة وتسيب نفسك للتفكير الزائد، لأن ده مع الوقت التفكير الزائد بيزيد أكتر وأكتر وبيدخلك في المتاهات اللي احنا عمال نحكي فيها. حاول تطلع من الوحدة وحاول تتعامل مع الناس أكتر وتتحرك يعني. طيب عرفنا الأسباب، ندخل على الحلول. حل رقم 1 هو إنك تدخل في حالة تأمل أو صلاة. أغلب الناس بتدخل في الصلاة وبرضه بتكون بتفكر، لكن اللي بيدي اهتمام كبير للصلاة ويركز فيها بيصفي ذهنه شوية، فأنت حاول تحافظ على اللحظات دي في يومك وإنك تصلي، لأن ده بيدخلك في لحظات تأمل وهدوء أو صفاء ذهن. حل رقم 2 ركز على تغيير الأفكار السلبية وحولها لأفكار إيجابية، لأن كتر التفكير في الأفكار السلبية بيخلي ما عندكش ثقة في نفسك، ما عندكش تقدير ذاتي. حاول تفكر أكتر تفكير إيجابي أو أفكار إيجابية واعكسها بالأفكار السلبية. رقم 3 إلهاء النفس. إلهي نفسك وما تسيبش نفسك للتفكير الزائد، لأن مبدأ التفكير الزائد الأساسي وهو الفراغ، إنك فاضي ما وراكش حاجة فبالتالي عمال تفكر، دماغك عمال تروح وتيجي. لا، إلهي نفسك ودخل نفسك في وضع تركيز في إنك بتعمل حاجة أو بتخلص حاجة في يومك. رقم 4 حاول تقول لنفسك ستوب، وقف نفسك. بتقعد بالساعة والساعتين بتفكر وبتسيب نفسك، مفيش منبه بيصحيك من اللي انت فيه، فلا حاول توقف نفسك وتقول لنفسك ستوب، وما تسيبش نفسك لكتر التفكير. يعني وقف نفسك، خلي في منبه لنفسك. وصلت لمرحلة معينة من كتر التفكير، خلاص ستوب، كات، اتحرك من مكانك وشوف وراك ايه. ما تسيبش نفسك وقول لنفسك ستوب. رقم 5 اصنع في يومك نشاط بدني، يعني خلي عندك رياضة، حركة، مشي، أي حاجة، المهم يكون عندك نشاط بدني. ما تسيبش نفسك للوحدة والقعدة الكتير. برضو كتر الحركة والنشاط بيخلي نشاطك الذهني كويس وبيبعدك عن إنك تكون لوحدك وعمال تفكر. رقم 6 ابني روتين ونظام. خلي عندك نظام ثابت في أيامك، يعني هتصحى الصبح روتينك إنك هتعمل كذا، آخر اليوم إنك هتعمل كذا، وهكذا. لأن أساسا مبدأ التفكير الزائد أساسه هو الفراغ، هو الفضاء، إنك ما وراكش حاجة تعملها، فأنت بتسيب نفسك للتفكير والتفكير بياكلك. فاشغل نفسك والهي نفسك واصنع في يومك روتين أو نظام. وفي النهاية يا صديقي، التفكير الزائد ده هو مجرد سجن عقلك دخلك جواه، والفعل والحركة هو مفتاح السجن ده. مخك مش عدوك، هو بس بيحاول يحميك زيادة عن اللزوم. انت بس بطل تفكير في الماضي وبطل خوف من المستقبل، وعيش اللحظات اللي في ايدك، عيش الحاضر. فلو استفدت من الفيديو ما تنسانيش من اللايك والاشتراك. اشوفك الفيديو الجاي، سلام.